في قناتي بونا بيتيتو هنعمل صينية مكاريل تحفة. 2 مكاريل، جزراية، بصلاية، 3 حبات طماطم، 3 معالق خضرة، وفلفل حار وبارد، ومعانا 3 كوباية زيت، والبهارات، وطبعا وكمون وبابريكا وملح وراس توم صغيرة. بشرنا الجزر والبصل وقطعنا الفلفل وقطعنا الطماطم، وهنبدأ نجيب بولة ونضيف كل الخضروات دي مع بعض، الجزر والبصل والفلفل والطماطم والخضرة. طبعا الخضرة دي كرفس وبقدونس وشبت وكزبرة، وضفنا الثوم والتوابل بتاعتنا وشوية من الزيت. احنا هنستخدم تلت كوباية زيت، هناخد منها على 3 مرات. اول مرة على الخضار بتاعنا هنغطيه ونسيبه يتبل مع بعضه لغاية ما ننضف السمك. هنشيل طبعا من السمك الزعانف دي كلها، وهنقطع الراس، وهنشق السمكة من فوق من الظهر بالشكل ده. نضفناها. هنستخدم ليمونة كبيرة معانا، هنقطعها حلقات، وهنجيب بقى صينية ألمونيا عادية خالص، وهناخد الجزء التاني من الزيت. هندهن الصينية دهان خفيف كده، ونبدأ ناخد نص الخضار ده ونفرده فيها، وهنفرد عليه السمك، وبعد كده نص الخضار التاني على السمك من فوق، والتتبيلة طبعا بتاعة الخضار، وبقية الزيت بقى هنضيفه على الوش. الليمون قطعناه حلقات، وسيبنا نص ليمونة معانا عشان نعصرها على الوش بعد لما يستوي. طيب هنسويه ازاي بقى؟ هنحطه على البوتاجاز عادي لغاية ما يتغير لونه، تلاقي السمكة بقى لونها ابيض كده، وهيساعد معانا في التسوية نص كوباية مية بالظبط. هنحطها في جوانب الصينية، ومش هنحطها على السمك من فوق، لا، من جوانب الصينية، ونغطيه بورقة الفويل او نغطيه باي غطا. يعني دقايق كده هنبص نلاقي لون السمكة ابيض معانا. هنغطي بقى الصينية بالورقة الفويل دي كويس، ونحطها في الفرن 10 دقايق، وبعد كده تحت الشواية. ودي النتيجة النهائية. طبعا الريحة جميلة جدا والطعم تحفة. وتابعوا في قناتي بونا بتيتو كل جديد.